بصوا يا حبايبي الحلوين، احنا في اول درس من حساب المثلثات. تمام، اتعلمنا افكار كتير في الدرس، صح؟ وكل فكرة لوحدها حلينا عليها وكانت سهلة والدنيا تمام. لكن التحدي الحقيقي بقى ازاي اللي احنا نربط الافكار دي كلها، تمام، ونعرف نحل عليها. تمام كده، وهو ده بالظبط اللي بيعمله الاختبارات التراكمية اللي كتاب المعاصر بيحطها ورا كل درس. عشان كده لازم بعد ما نذاكر الدرس ونحل التمارين اللي موجودة في كتاب المعاصر نتأكد اللي كله تمام باللي احنا نحل الاختبار التراكمي اللي موجود على الدرس. تمام، عشان ده فعلا هو اللي هيكشف مين فاهم الدرس والدنيا معاه تمام وبيعرف يطبق وبيعرف يجمع الأفكار اللي خدها، ومين محتاج يراجع الدرس تاني وعنده مشكلة في جزء معين. تمام، يلا بينا. لو مش معاك الكشكول بتاعك والقلم والآلة الحاسبة وقف الفيديو وهاتهم وتعالى يلا بسرعة. تمام، يلا أول سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. طيب عايز إيه يا عم؟ بيقول لي س وصاد زاويتان متتامتان. امسك حرام. أهو زاويتين متتامتين يعني إيه؟ ها؟ يعني جا واحدة بتساوي جاتا التانية. خلاص بقى، يبقى أول ما يجي لي اللي أنا عندي زاويتين متتامتين أستنتج إيه؟ إن جا واحدة منهم بتساوي جاتا التانية. فين الزاويتين المتتامتين؟ س وصاد. يبقى جا واحدة منهم اهي بتساوي جاتا التانية. هو مديني جا واحدة منهم بتلاتة على خمسة، يبقى جاتا التانية بكام؟ برضه بتلاتة على خمسة. شفتوا أنا قلت تلاتة على خمسة واخترت أربعة على خمسة إن شاء الله، وهتعملوا زيي بقى ماشي؟ تلاتة على خمسة. طيب يلا، ها؟ فالإجابة 3 على 5. احنا قلنا اهو جا واحدة بتساوي جاتا التانية، فالإجابة 3 على 5، والإجابة اللي أقولها هي اللي أختارها. يلا رقم 2 بيقول لي إذا كانت جا س بيساوي جاتا س. احنا قلنا في الشرح لما يكون الجا بتساوي جاتا لنفس الزاوية، الزاوية اللي الجا بتاعتها بتساوي الجاتا، ها الله ينور عليكم، ال 45 درجة. طيب لأي زاوية قياسها ألف يكون جا ألف على جتا ألف. ده قانون مين؟ جا ألف على جتا ألف. الله ينور، ده قانون ظا ألف. تمام، يلا اللي بعده. يلا وقف الفيديو وحل كده وشوف هتحلي زيي ولا لا. ماشي، بيقول لي أنا عندي مين؟ أنا عندي ألف باء ج، ده مثلث قائم الزاوية ب. يلا نرسم المثلث القائم الزاوية ب أهو. يلا، قائم الزاوية ب يبقى دي ألف ودي ب، وقائم الزاوية ب ودي ج. بص بقى كده بيقول لك ايه؟ بيقول لي 2 ألف ب بيساوي جذر 3 ألف ج. يبقى اجيب ألف ب على ألف ج. ارجع فاضية يقولوا عليا بخيلة، لا ارجع مليانة، ويبقى جذر 3 على الاتنين. يبقى الألف ب على الألف ج، ها؟ ما ارجعش فاضية، بجذر 3 على الاتنين. تمام، يلا يبقى الألف ب بجذر 3 والألف ج ب2. طب انت عايز مين؟ انت عايز جتا ج. فين الجيم؟ دي زاوية الجيم اهي. جتا جتا يبقى المجاور. المجاور انا عارفة المجاور بكام؟ لا، طب اعمل ايه؟ احسبه. ده مثلث قائم عايزة ضلع فيه. استخدم ايه؟ الله ينور عليك، نظرية فيثاغورس. استخدم نظرية فيثاغورس. يبقى باء ج لكل تربيع هتساوي اربع واطرح. يبقى 2 لكل تربيع ناقص جذر 3 لكل تربيع. تطلع 4 ناقص 3 بيساوي 1. يبقى الباء ج بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى الباء ج بواحد. طيب يبقى جتا ج أهو المجاور، جتا المجاور 1 على الوتر 2. يبقى الإجابة بتاعتي هي نص. ماشي يا حلوين؟ طيب مربع مساحة سطحه 25 سنتيمتر مربع، فإن طول قطره، مين فاكر؟ مين فاكر مساحة المربع؟ ماشي، طول الضلع في نفسه، بس انا مش محتاجه طول الضلع، انا عايزه طول القطر. ها؟ نص مربع طول قطره. ومن هنا استنتجنا قانون لطول قطر المربع. مين فاكره؟ ها؟ الاشطار اللي هو جذر 2 في المساحة. بس يبقى جذر 2 في 25 يبقى جذر 50. جذر 50 اللي هي ايه؟ 5 جذر 2. تمام؟ طيب في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ألف أهو.
دي قائم الزاوية في ألف، محدش يقول لك اكتب هنا ألف، دي قائمة ازاي يعني كده بنستهبل. ماشي، أهو ألف يبقى ألف دي الزاوية القائمة، ودي باء ودي ج. طيب أنت عايز إيه؟ بيقول لي جيب تمام الزاوية باء. مين جيب تمام دي؟ تعرفوها؟ ها الله ينور، جيب تمام اللي هي الجت. طب مين جيب الزاوية؟ ها جاء، الله ينور. طيب هي ايه علاقة الباء بالجيم؟ بصوا كده، ايه علاقة الباء بالجيم؟ زاويتين مالهم؟ متتمتين، الله ينور. ما دام زاويتين متتمتين، ها يبقى جا واحدة بتساوي جتا التانية، اهو فعلا اهي جتا وجا. ما دام جتا واحدة بتساوي جا التانية، يبقى النسبة بينهم كام؟ ما هم زي بعض بالظبط، صح؟ يبقى النسبة بينهم كام؟ ها واحد. ما لو دي مثلا ب4/5، يبقى دي مثلا ب4/5، أي حاجة على نفسها بواحد. ماشي، لو دي ب5 ودي ب5 يبقى 5/5 فيها الواحد. تمام، يبقى ما دام باء وجيم متتمتين، يبقى النسبة بين جتا واحدة إلى جت تانية بتساوي إيه؟ بتساوي واحد. ليه؟ لأن الجا بتساوي الجتا لأي زاويتين متتمتين. تمام؟ طيب هنروح بقى على الأسئلة المقالي. يلا يا بطل ركز معايا، ها. قولي في الشكل المقابل. ماله يا عم في الشكل المقابل؟ بص بقى، اقرا المسألة واحدة واحدة. المعطيات اللي هو مديها لك دي روح اكتبها على الرسمة لو لقيت معطى مش مكتوب على الرسمة. تمام، عود نفسك كده. يلا اهو قياس أ د ج ب90، روح شوفها فعلا ب90. باء أ ج كاتب لي عليها 90. أ د ب4 زي الفل. أ ج ب5 تمام. باء ج 13 كلام جميل. عايز مين؟ بصوا بقى، عايز ظا، عايز جا، عايز جتا. تمام، احنا اتفقنا عشان اجيب الظا او الجا او الجتا محتاجه مثلث قائم، وانا عندي مثلثين قائمين. تمام. طيب اشوف بقى هل في اضلاع محتاجه اجيبها. هي في جتا، جتا يعني مجاور صح، يبقى لازم اعرف الاضلاع. وفي جاي كمان يعني مقابل، يبقى محتاج اعرف الاضلاع كلها بتاع المثلث. فاحنا مبدئيا كده لو في اضلاع ناقصه نروح نجيبها عشان نجهز المساله بتاعتنا. يبقى تعالوا نشتغل على المثلث الاولاني اهو. اقول له في المثلث أ د ج، بما أن قياس زاوية أ د ج بتساوي 90 درجة، يبقى إذا أنا عايزة مين؟ أنا عايزة د ج. يبقى د ج الكل تربيع، أربع وأطرح لأن ده إيه؟ ضلع صغير غلبان. تمام؟ يبقى تساوي أ ج الكل تربيع ناقص أ د الكل تربيع. يبقى د ج الكل تربيع هتساوي، يلا أ ج الكل تربيع 5 أس 2 ناقص أ د الكل تربيع 4 أس 2، يبقى تساوي كام؟ 9. يبقى الدال جيم هتساوي 3 سنتي. جبنا الدال جيم ب3، خلاص نمسح بقى الشخبطة دي ونكتب عند الدال جيم 3 سنتي اهو عشان افتكر اللي انا جبته معايا. تمام؟ نفس الكلام هكرره فين؟ على المثلث ده صح؟ يلا انا ناقص لي مين؟ انا عايزة ألف باء صح؟ ألف باء أنا عايزاه، ده مثلث قائم صح؟ لو أنا عايزة الألف باء ضلع فيه أستخدم نظرية فيثاغورس، يبقى أكرر الكلام ده تاني. اقول له في، نشوف لون واضح شويه تشوفوه. في، ماشي، في المثلث اسمه دي اسمه أ باء ج، بما أن قياس زاوية باء أ ج أهي تساوي 90 درجة، يبقى إذا نفس الحكاية. يلا أنا عايزة مين؟ أ ب. أ ب ده ضلع قايمة، يبقى ربع واطرح، يبقى أ ب الكل تربيع تساوي باء ج الكل تربيع ناقص أ ج الكل تربيع. باء ج الكل تربيع بكام؟ 13 أس 2 ناقص أ ج الكل تربيع اللي هي 5 أس 2 هيطلع لك 144. تمام، يبقى الألف باء هيساوي 12 سنتي. تمام، جبت الألف باء ب 12 سنتي وهكتب عند الألف باء 12 سنتي كده. تمام، يلا بقى نكمل حل المسألة أو نشوف هو عايز إيه. يبقى أنا بحاول أجهز المسألة بتاعتي كده عشان لما أدخل بقى على اللي هو عايزه خلاص يكون كل حاجة جاهزة معايا. أول مطلوب عايز إيه يا عم؟ أهو عايز ظا ألف جيم باء، ماشي، زائد ظا ألف جيم باء.
يلا يبقى الكلام ده بيساوي، يلا ضا ألف جيم باء، ألف جيم باء اللي هي الزاوية دي، ضا بتساوي إيه؟ ضا بتساوي المقابل اللي هو ألف باء، ها، على المجاور. مين المجاور؟ ها، محدش يقول لي بقى جيم، بقى جيم ده الوتر، خرج بره اللعبة، يبقى المجاور ألف جيم. يلا زائد ضا ألف جيم دال، ألف جيم دال يعني عايز الزاوية دي أهو، المقابل ألف دال على المجاور جيم دال، يبقى بتساوي، خلاص تعالى نكتبها تحت، يبقى بتساوي يلا ألف باء ب 12 على الألف جيم بكام؟ ألف جيم ب5 زائد ألف دال ب4 على الجيم دال ب3. يلا زي الشاطر امسك الآلة الحاسبة بتاعتك واعمل يلا 12 على 5 زائد 4 على 3 تطلع معاك كام يا بطل؟ الله ينور، تطلع 56 على 15. تمام، ده كده المطلوب ايه أول. طيب عايز ايه يا عم في تاني مطلوب؟ عايز ايه؟ ها، بيقول لي جاباء اهو تاني مطلوب، عايز جاباء مضروبة في جتا جيم ألف دال زائد جتا باء مضروبة في جا جيم ألف دال. يلا نعوض واحدة واحدة. جاباء، تعالى نمسح الشخبطة دي، والوتر اكتب عليه هو وتر عشان ما يلخبطكش. يلا ادي الباء اهي صح، عايز جا، جا يبقى المقابل على الوتر، يبقى 5 على 13 في جتا جيم ألف دال. بصوا جيم ألف دال اللي هي الزاوية دي، وعايز ايه؟ جتا، جتا يبقى المجاور 4 على الوتر. يلا زائد جتا باء، ادي الباء اهي، فين الجتا؟ لازق فيها ألف ب اللي هو ب 12 على الوتر بتاعها 13 في جا جيم ألف دال، ادي جيم ألف دال عايز ايه؟ عايز جاه يبقى المقابل على الوتر، يبقى 3 على 5. يلا دخل الليلة دي كده على الآلة بالراحة، يلا يبقى 5 على 13، امسك الآلة وجرب، في 4 على 5 زائد 12 على 13 في 3 على 5. اضغط يساوي، طلعت لك كام يا بطل؟ طلعت 56 على 65 بتساوي 56 على 65. تمام؟ صعبة؟ صعبة؟ تمام، الله ينور. يلا نشوف اللي بعد. يلا آخر مسألة بيقول لي اقرأها بالراحة. في الشكل المقابل عندي ألف باء ج د شبه منحرف قائم الزاوية في ج، كلام جميل. ألف د بيوازي الهاء ج، سوري، ألف د بيوازي الباء ج، أو الهاء ج صح برضه، وألف هاء عمودية على الباء ج. هنا راسم لي العمود كتر ألف خيره. ألف د بيساوي 12 يبقى هاء ج على طول 12 سم، يبقى الباء هاء ب3 سم، صح؟ على طول بقى، إن أصبح ده مستطيل لما أنزل عمود هنا من شبه المنحرف أهو، الزاوية ألف، أصبح ده كده مستطيل. تعالوا نثبت بقى اللي هو مستطيل عشان أقدر أقول إن الهاء ج ب 12 والباء هاء ب3. تمام؟ يبقى أقول له بما أن الألف د بتوازي الباء ج، ماشي، والألف هاء عمودية على الباء ج، ممكن أقول كمان والدال ج عمودية على الباء ج. تمام، يبقى إذا الألف هاء ج د ده مستطيل، يبقى إذا الهاء ج اللي أنا عايزاها هتساوي الألف د هتساوي 12 سم، يبقى إذا باء هاء هتساوي 15 ناقص 12 هتساوي 3 سم. صعب الكلام، واحدة واحدة اهو. طيب انت يا عم عايز ايه في اول مطلوب؟ عايز الف هاء، فين الالف هاء اهو؟ الالف هاء دي موجودة في المثلث الف هاء باء صح؟ وده قائم معايا وتر وضلع، اجيب الضلع التاني ازاي؟ ها، ضلع ربع وتر،
بس بقول له في المثلث أ ب ه، بما أن قياس زاوية أ ه ب بتساوي 90 درجة، يبقى إذا أ ه الكل تربيع أربع وأطرح، يبقى أ ب الكل تربيع ناقص ب ه الكل تربيع. يلا تساوي كام؟ 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 تساوي 16. يبقى الألف هاء كتب جيم ليه؟ يبقى الألف هاء هتساوي كام؟ جذر ال16 اللي هو ال4 سم. هذا هو المطلوب أولا. يبقى الألف هاء ب4 سم. طيب عايز إيه يا عم بقى؟ يقول لي قيمة ض باء ألف هاء. بصوا باء ألف هاء، باء ألف هاء اللي هي الزاوية دي. طب نشوف هي موجودة الضاد مقابل على مجاور، الحمد لله ده معايا وده معايا. طب تعالوا نجهز دي. ضاء ألف جيم باء، ألف جيم باء مش متوصلة، يبقى أروح زي الشاطر كده ماسك المسطرة ونوصل. ألف جيم باء. طب ألف جيم باء هي ألف جيم هاء. بصوا ألف جيم باء هي ألف جيم هاء ومدها، فأنا أشتغل على ألف جيم هاء لأن هي دي اللي موجودة في مثلث قائم. تاني. طيب تعال نوصل تاني معلش اهو بالراحة كده. هو عايز مين؟ عايز ظا ألف جيم باء، فألف جيم باء أهي هي الزاوية دي، الزاوية دي موجودة في أنهي مثلث قائم أهو؟ ألف هاء جيم. فالظا بتاعتها بتساوي المقابل ألف هاء عارفاه على المجاور هاء جيم عارفاه. يبقى كده كل حاجة جاهزة، بس يبقى أقول له إذا ظا باء ألف هاء مضروبة بضا ألف جيم باء. يلا يا عم هتساوي عوض. ضا باء ألف هاء، باء ألف هاء أهي. الضا المقابل اللي هو باء هاء على المجاور ألف هاء. واحدة واحدة كده. في ضا ألف جيم هاء أو ألف جيم باء، ألف جيم باء أهو لازم تبقى في مثلث قائم، عشان كده اشتغل على المثلث القائم ده. تمام عادي، وانا لو مديت كده وسميت مثلا دي واو هيحصل حاجة؟ هم كلهم نفس بعض. ألف جيم هاء هي ألف جيم باء هي ألف جيم واو، أهم حاجة رأس الزاوية. ماشي؟ فدايما الزاوية بتاعتك دخلها في مثلث قائم، فأنا هشتغل على المثلث ده. يلا. وأنا عايز مين؟ ضاء ألف جيم باء. يلا يبقى المقابل اللي هو ألف هاء على المجاور اللي هو هاء جيم. ممكن أصلا لو أنت شاطر كده دي هتروح مع دي، يبقى هتساوي باء هاء على هاء جيم. بس باء هاء، بقى احنا جايبين لنا بكام يا شباب؟ ب3. هاء جيم، فين هاء جيم جايبين لنا بكام؟ هاء جيم ايه؟ ب12. 3 على 12 دي اللي هي كام؟ ربع. صح؟ الحمد لله خلصنا الاختبار التراكمي. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. لو الفيديو ده ساعدك انت كمان ساعد بغيرك، اعمل له شير واعمل اشتراك في القناة عشان وفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.